زبونتنا عايشة بالدنمارك، عراقية أصيلة سومرية. قالت لي أريد ألبس شي تراثي بإيدي بآثار العراق كله. سوينا له هذا الملوي العراقي الأصيل بآثار العراق، أسد بابل بيه الأبواب العراقية القديمة بيها، وبيها الملوية والأشجار والنخل، وبيها عيون وسبع عيون. الشغل ماله كلش حلو وكلش راقي الصياغة مالته. وشوفوا قبالكم ويا الجمالك سومري، تلبسين هذا وانتي سومرية ومكتوب عليه يا الجمالك سومري. الملوي حاطلكم بيه زنجيل وبيه قفل حتى يتكبر يصغر، ايديها ناعم ايديها خشن يتكبر يصغر. والزبونة عايشة بالدنمارك وراح تاخذها وياها للدنمارك، ومن تلبسها هناك بايديها آثار العراق كله بايديها. الصياغة مالتها كلش حلو، والالوان مالتها السمائي والنيلي، عن النفس وعن الحسد هاي الالوان مالتها. شوفوا قبالكم الملوي شلون حلو وشلون راقي. هاي الباب العراق القديمة سبع عيون، هنا الاشجار النخل اسد بابل عين الاشجار يا الجمالك سومري. شغله كله